انت بقى الجرثومه اللي عامله رعب لنص العالم. نص العالم بس؟ ده أنا عندي أكتر من 80% من البشر. يا ساتر، طب بالراحه على نفسك شويه. ومش هسكت غير لما أصيب كل الناس. ودي بقى جرثومه المعده اللي بتحفر مسامير في جدران معدتك وبتقدر تعيش في ميه النهر. عشان أنا ذكية، بعمل حواليا سحابة تعادل الحمض فما يحاربنيش. وزي ما انت شفت كده، بمجرد ما بتخترق المعده بتاعتك الحمض نفسه بيبدا ياكل في الجدار بتاع المعده، بيبدا يكون قرح المعده. الله، الجدار ده طعمه حلو قوي لما الحمض ياكله معايا. وبتحس ساعتها بحرقان وغثيان ووجع بيزيد لما تجوع. بس السؤال هنا، هي بتيجي من ايه؟ ما تقولي لنا كده، انت بتيجي من ايه يا جرثومه؟ أنا بجيلكم من الأكل الملوث والمعالق اللي مش مغسولة والبوس. وزي ما سمعتوا كده، لو اهملناها هتفضل سنين عايشه جوه معدتك. أنا مش بس هعمل قرحة، أنا ممكن أفضل هنا سنين وأقلب لك الخلايا دي لحاجة وحشة أوي. والالتهاب المزمن ده لا قدر الله ممكن يقلب بسرطان المعده. أنا مفيش حاجة هتقدر عليا. لا 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 لا، مش وانا موجود. الحقيقه لو احنا اكتشفنا ان انت عندك جرثومه المعده سواء عن طريق تحليل تنفس اليوريا او تحليل البراز، هتبدا فورا بكورس العلاج سواء الثلاثي او الرباعي على حسب الحاله بتاعتك. والعلاج هنا عشان محدش ينخض عباره عن مضادات حيويه وادويه بتقلل الحموضه. من الاخر بتغير الوسط اللي الجرثومه قاعده فيه وبتخلص عليه. بس أنا هفضل فترة كبيرة لغاية ما أموت. لا ما تحلميش يا جرثومه، فتره العلاج عندنا بتتراوح من 10 ل 14 يوم، ولو انت شديده قوي ممكن توصلي لشهر. اكتر من كده مالكيش وقت معانا. طب قبل ما تخلص عليا ممكن أطلب طلب؟ يعني انت كده هتصعب عليا؟ طيب اطلب. خلي الناس تعمل فولو علشان لو رجعت ألاقيهم. اسمعوا كلامها بقى، يلا بقى نخلص عليك. إيه ده؟ لا. مع السلامة يا متابعيني.